مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، سهلها بالعناوين. إحياء اليوم العالمي للإيدز على مستوى الوطن للمرة 32. ازدياد إنتاج العسل في عدقية. جهود مثمرة في شمال البحر الأحمر لتطور المرأة. وزير خارجية إيران لدى وصول أنقرة يقر بمخاوف مشتركة تحتاج إلى المناقشة. الصين ودول آسيا الوسطى تتفقان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات. فشل محادثات الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن البلاستيك. السلام عليكم ورحمة الله. تم إحياء اليوم العالمي للإيدز الأول من ديسمبر تحت شعار مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، فلنتقدم للأمام على طريق النصر حتى لا نعود إلى الوراء. وذلك اليوم الثاني من ديسمبر في أسمرة للمرة 32 على مستوى الوطن. وأوضح مدير قسم مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور رائع برهاني في كلمته خلال الحفل الذي أقيم في مستشفى أوروت الوطني المرجعي إن تغطية مختلف خدمات الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة المكتسبة قد توسعت في السنوات الأخيرة، وأوضح أن المجتمع قد نما وأن من يعرف حالته ويحتاج إلى أدوية مضادة لفيروس نقص المناعة المكتسبة أصبح من الأسهل الاستفادة منه. وقال إنه يتم فحص نحو 200 ألف مواطن سنويا في البلاد، مضيفا أن أكثر من 95% من النساء الحوامل يخضعن لفحص فيروس نقص المناعة المكتسبة بشكل منتظم ليتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأمهات المصابات بالفيروس لضمان عدم إصابة الجنين بالفيروس. وأضاف الدكتور رائع أن المواطنين الذين يتعرضون للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة بسبب عادات عملهم يتم علاجهم من الفيروس بدلا من إجراء فحص لهم في المنشأة الصحية. وأشاد مفوض منظمة الصحة للأمم المتحدة في إريتريا الدكتور نونسو إيجوفور بدوره بالتقدم الذي أحرزته إريتريا في الوقاية من هذا المرض الفتاك ومكافحته، مضيفا أن موضوع هذا العام هو تذكير في الوقت المناسب بالهدف العالمي المتمثل في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز بحلول عام 2030. وتبادل أعضاء جمعية التحدي المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة تجاربهم، كما تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة التي أقيمت بين سائقي المركبات التابعة للجمعية. أفاد خبير تربية النحل السيد تسفاي قبر كيدان إن أمطار الربيع والخريف هذه السنة مكنت من زيادة إنتاج العسل بمستوى الضعف في مديرية عد قيح، وذكر إنتاج 453 كنتالا من العسل، مشيرا إلى امتلاك المزارعين أكثر من 100 خلية نحل ويتنقلون إلى شمال البحر الأحمر والهضبة لجني محصول جيد. وقال المزارع السيد محمد صالح أحمد أحد سكان سافيرة إن لديه 50 خلية نحل ويقوم بالإنتاج 4 مرات في السنة، ويوجد 536 مزارعا في مديرية عد قيح يمتلكون خلايا النحل الحديثة والتقليدية، لكن المنضويين في الجمعية لا يتعدون 35 فقط. أفاد فرع مكتب اتحاد المرأة في تقييم أجري في 29 من نوفمبر إن البرامج المتخذة لتمكين المرأة تحقق نتائج جديرة بالثناء. وشددت مسؤولة الفرع سيدة جمعة راكي على ضرورة التنسيق بين جميع المعنيين لتعزيز التدريب المهني والمساعدة الزراعية وتوسيع المنظمات والدعم المادي والبرامج التعليمية والدعوية والسياسية بالتعاون مع الشركاء. وتم تقديم وعرض تقارير على الأنشطة التي تم تنفيذها والتحديات من قبل ممثلي فروع الاتحاد في المديريات وتقييمها بعمق. اقترح المشاركون بعد المناقشات التي جرت تنظيم دورات تدريبية لتعزيز المهارات المهنية للأعضاء وتقييم الدعم النوعي بشكل عام وخلايا النحل بشكل خاص صورة صحيحة، وتقديم برامج القروض ومواصلة التدريبات الغذائية على نطاق واسع، وتكثيف برنامج تعليم الكبار.
وذكرت رئيسة الاتحاد السيدة تخأ تسفى ميكائيل أن رفع الوعي السياسي للمرأة هو المهمة الأساسية للاتحاد، كما يتم العمل عليها بالتعاون مع الشركاء، موصية الجميع للاهتمام بالدورات التي تنظم لرفع كفاءة المرأة. عقدت جمعية المعلمين في الإقليم الجنوبي مؤتمرها الثامن في مندفرها في 30 من نوفمبر، وانتخبت لجنة تنفيذية جديدة. وأوضح رئيس فرع الجمعية الأستاذ تخس إياس في المؤتمر الذي حضره حوالي 200 ممثل عن المعلمين تنفيذ برامج لتعزيز القدرات المهنية للمعلمين في السنوات الأخيرة. ودعا مسؤول التعليم الأستاذ هب تزكي كدانه منح الجمعية الأولوية للتطوير المهني والأخلاقي للمعلمين. ودعا المشاركون الجمعية إلى تنظيم الدورات التدريبية اللازمة بالتعاون مع وزارة التعليم وزيادة الدعم المقدم للمعلمين المتوفين. وشكر رئيس جمعية المعلمين الأستاذ سمون محاري الهيئة التنفيذية التي أدارت فرع الجمعية في السنوات الماضية، متمنيا التوفيق للأعضاء المنتخبين الجدد. وتضم جمعية المعلمين في الإقليم الجنوبي أكثر من 6000 عضو. قدم تدريب للآباء وأسر الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية حول كيفية تقديم الرعاية لهم في يومي 26 و28 من نوفمبر في مديريتي حمل مالو وعلب رعد. ويهدف التدريب الذي نظم بتعاون وزارة الصحة وجمعية الإعاقات العقلية وتخلف النمو إلى زيادة وعي المجتمع بشكل عام وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية بشكل خاص. وتناول الخبراء أسباب وحالات متلازمة داون والتوحد والشلل الدماغي ومراحل الإعاقة والأعراض والعلاج ومؤشرات الصحة النفسية والنمو والتطور والتواصل وأهميته ومشكلات العزلة. واقترح المشاركون مواصلة مثل هذه التدريبات وتنسيق الخدمات الطبية في المناطق الفرعية، كما يجب أخذ التكامل على محمل الجد لأهميته، ويجب فتح المدارس في المناطق الفرعية. وحثت مديرة مديرية حمل مالو السيدة أمنة حاج وعلب رعد السيدة عشا على المتدربين على العمل من أجل أنفسهم لتغيير بيئتهم من خلال الدروس المستفادة. من ناحية أخرى، قدمت جمعية المعاقين ذهنيا وتخلف النمو فرع إقليم عنسبة مساعدات عينية ل70 أسرة من أعضاء الجمعية. ويوجد في فرع الجمعية بإقليم عنسبة 970 عضوا مسجلا. دعا مدير مديرية كركبة السيد عبد الكريم إدريس المزارعين وأصحاب المواشي والتجار إلى دفع الضرائب في مواعيدها، وقال إن الضرائب واجب لا مفر منه، ودعا إلى المواطنين للإعلان عن دخلهم وعدد المواشي ودفعها قبل تراكمها. من جانبه دعا مسؤول الإدارة والمالية السيد صلاح الدين محمد جميع التجار لتجهيز وثائقهم أثناء الاستخراج وتجديد الرخص التجارية. وأبدى المشاركون استعدادهم للالتزام بالتعليمات الصادرة لهم، وحثوا على استمرار التوعية والمعلومات لضمان دفع الضرائب في الوقت المناسب. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعم بلاده وفصائل المقاومة لسوريا في محاربة الإرهابيين، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى تفاهم مع تركيا في اتجاه تحقيق الاستقرار الإقليمي. ووصف عراقجي في تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى أنقرة نقلتها وكالة مهر الإيرانية زيارته للعاصمة السورية دمشق بأنها كانت جيدة جدا. وقال إنه التقى مع الرئيس السوري بشار الأسد خلال الزيارة. ويبحث عراقجي مع نظيره التركي هاكان فيدان العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والتطورات الراهنة في سوريا بحسب وكالة مهر الإيرانية. اتفقت الصين مع دول آسيا الوسطى الخمس كازاخستان وقرقيزستان وطاجكستان وتركمانستان وأوزبكستان على تعزيز التعاون في مجالات عدة تشمل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والأمن والتعدين والزراعة والسياحة. جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية على هامش الاجتماع الخامس لوزراء خارجية الصين
ودول آسيا الوسطى الذي عقد في مدينة تشينغدو جنوبي البلاد. ونقل البيان عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي القول إن الدول الست وافقت على تعزيز آلية الصين آسيا الوسطى التي أنشئت في يوليو عام 2020 لعقد الاجتماعات رفيعة المستوى بشكل دوري، مضيفا أنه جرت مباحثات بشأن إمكانية إبرام معاهدة حسن الجوار الدائم والصداقة والتعاون فيما بين الأعضاء. فشل مؤتمر للأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة دولية للحد من التلوث الناجم عن استخدام البلاستيك عالميا. وخلال الجلسة الأخيرة من اجتماع لجنة التفاوض الحكومية الدولية الخامسة التابعة للأمم المتحدة التي عقدت في مدينة بوسان الكورية، قال رئيس اللجنة لويس فاياس فالديفيزيو إن المشاركين يحتاجون إلى المزيد من الوقت لمعالجة بعض القضايا الحرجة بشكل فعال. وكان من أكثر القضايا إثارة للانقسام خلال المؤتمر وضع حد أقصى لإنتاج البلاستيك وإدارة المنتجات البلاستيكية والمواد الكيميائية المثيرة للقلق، والتمويل لمساعدة الدول النامية على تنفيذ المعاهدة ذات الصلة. وقد اجتمع ممثلو أكثر من 100 دولة في بوسان للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق تاريخي بعد عامين من المناقشات، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق إلا على تأجيل القرارات الرئيسية واستئناف المحادثات لاحقا. أعلنت السلطات الماليزية مقتل 8 أشخاص وإجلاء أكثر من 80 ألف شخص جراء فيضانات عارمة اجتاحت عدة ولايات وسط تحذيرات من التعرض خلال موسم الشتاء العام الحالي لأسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ عقد. وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الماليزية في بيان تسجيل وفاة 8 أشخاص وإجلاء أكثر من 80 ألف شخص إلى 467 ملجأ مؤقتا في 7 ولايات، موضحة أن ولايتي كيلانتان وترنغانو كانتا الأكثر تضررا، فيما لم يتم تقديم تفاصيل إضافية عن حالات الوفاة. ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن نائب رئيس الوزراء الماليزي ورئيس لجنة إدارة الكوارث الوطنية أحمد حميدي القول إن الفيضانات المتوقعة ستكون أكثر حدة من تلك التي وقعت في عام 2014 عندما أجبر ما يقرب من 4 مليون شخص على مغادرة منازلهم. بعد الفاصل أو في ختام هذه النشرة سادتي أعود فأذكر بعناوينها. إحياء يوم الإيدز العالمي على مستوى الوطن للمرة 32. ازدياد إنتاج العسل في الدقيق. جهود مثمرة في شمال البحر الأحمر لتطور المرأة. وزير خارجية إيران لدى وصول أنقرة يقر بمخاوف مشتركة تحتاج إلى المناقشة. الصين ودول آسيا الوسطى تتفقان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وفشل محادثات الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن البلاستيك. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.